أخبار ماروكو 21. الخبر اليقين في الوقت والحين. السلام عليكم، مرحبا بكم متابعي قناة أخبار ماروكو 21 في كل مكان. في هذا الفيديو غادي نشوفوا واحد البلاغ ديال القصر الملكي اللي تم الإصدار ديالو قبل قليل، واللي كيتكلم على الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، اللي صدرت واحد البلاغ مؤخرا كيتضمن بعض التجاوزات حسب القصر الملكي الغير المسؤولة والمغالطات الخطيرة فيما يتعلق بالعلاقات بين المملكة المغربية ودولة إسرائيل، وربطها بآخر التطورات اللي كتعرفها الأراضي الفلسطينية. بالنسبة للبلاغ ديال القصر الملكي كيقول بأن موقف المغرب من القضية الفلسطينية لا رجعة فيه، وهي تعد من أولويات السياسة الخارجية لجلالة الملك أمير المؤمنين ورئيس لجنة القدس، اللي وضعها في مرتبة قضية الوحدة الترابية للمملكة، وهو موقف مبدئي ثابت للمغرب لا يخضع للمزايدات السياسية أو للحملات الانتخابية الضيقة. أيضا البلاغ ديال القصر الملكي كيقول بأن السياسة الخارجية للمملكة المغربية هي من اختصاص جلالة الملك بحكم الدستور، ويدبره بناء على الثوابت الوطنية والمصالح العليا للبلاد، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية. أيضا جاء في البيان أو البلاغ ديال القصر الملكي أن العلاقات الدولية للمملكة المغربية لا يمكن أن تكون موضوع ابتزاز من أي كان ولأي اعتبار، لا سيما في هذه الظرفية الدولية المعقدة. ومن هنا فإن استغلال السياسة الخارجية للمملكة في أجندة حزبية داخلية يشكل سابقة خطيرة ومرفوضة. البلاغ أيضا كيقول أن استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل تم في ظروف معروفة وفي سياق يعلمه الجميع، ويؤطره البلاغ الصادر عن الديوان الملكي بتاريخ 10 دجنبر 2020، والبلاغ اللي تم نشره أيضا في نفس اليوم عقب الاتصال الهاتفي بين جلالة الملك والرئيس الفلسطيني. في نهاية هذا الخبر ما تنسوش الاشتراك في قناة أخبار ماروك 21 وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد. دمتم في رعاية الله.